السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ويفك كرب كل مكروب على وجه الارض، كل مسلم على وجه الارض، وينصر اخواتنا المسلمين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق. روتين النهارده بصوا، غايبة عنكم من زمان فرجعت لكم بروتين كده يشرف. طب غايبة ليه يا رفية؟ والله يا جماعة انا كان كل حاجة داخلة على بعضها عندي، ما كنتش عارفة، يعني حسيت ان انا محتاجة وقفة كده. طبعا بعد عنكم ده شيء صعب والله، يعني انا التعليق اللي بيجيلي بيسعدني رغم ان انا ما بيجيليش تعليقات كتيرة، بس طبعا الناس المقربة لقلبي واللي بيستنوا لي الفيديو هم ده اللي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هم اللي بيشجعوني. فما تنسوش تشيروا الفيديو، راجع لكم والله بفيديو شتوي، روتين شتوي كده من العيار التقيل. هقول لكم الدنيا الجو لما بمطر عندنا احنا بنعمل ايه. طبعا انا بعد ما بولادي بيتوكلوا على الله كده يروحوا المدرسة، فانا بعد ما بخلصهم كده ويلبسوا واعمل لهم سندوتشاتهم وافطرهم ويمشوا بنزل لطيور. نزلت لطيور وعملت عندي اللهم بارك دورة الفراخ البيضة، عملتها وظبطتها وعلفتها، وقمت جاي للطيور الكبيرة كده اللهم صل على محمد. وجيت هنا بقى عند البط اللي انا كنت مصورة في اخر فيديو، كنست عند منه كده وحطيت شوية تبن صغيرين بحيث ان هما ايه رجلهم، لان الجو برد جدا زي ما قلت لحضراتكم. بالنسبة بقى للي بتشتكي ان فراخها لما غيرت العلف او جابت نوع علف تاني بتشتكي ان الفراخ تعبت. بصوا يا حبايب قلبي، عندكم دايما لما بتنقلوا من العلف الناعم للعلف الخشن لازم تكون تجيبوا مضاد سموم. مضاد سموم وفيتامينات، الازازة عامة ب10 جنيه، يعني مش غالية خالص. بنجيبها من عند البيطري، ده عندي باستمرار، يعني انا كل ما اروح مشوار اقوم جايبة ازازتين، فدايما متوفر عندي. لو عندك فراخ بلدي واللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقلت لهم من علف لعلف، فحط لهم هنا 2 سنتي على الريت المية، وبحطيهم مضاد السموم يا جماعة بتحط بالليل، لأن بتحط في الجو وهو رطب، ما بتحطش في درجة حرارة عالية، علشان الفرخ بيبقى ياخده كده ويرتاح. درجة الحرارة بتبقى ايه؟ يعني الجو بيبقى بارد، سواء بقى لو في الصيف بنحطه بالليل او بنحطه في الساعة اللي هي بعد الفجر، يكونوا مخلصين السقايات قبل النهار ما يطلع، او من الافضل ان انت تحطيه بالليل وخلاص. طبعا جيت بقى على الزرع كده، كنت عايزه عود خضره بس ما خدتوش بصراحه، يعني ما قدرتش ان انا انزل اجيبه. طبعا زارعين فيها شبت، بعض الشبت وكده، بعض عود اللي طلع واللي حضراتكم شايفينه ده كنا جايبينه على اساس كرنب بس طلع قرنبيط. والخضره عايزين بقى نعزق الارض ديت، بس ناخد الخضرة اللي فيها الاول ونعزقها، علشان كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم بالخير والفرح والسعادة رمضان. طبعا كنت قبل ما انزل انا كنت مطلعة والعياذ بالله من كلمة انا، كنت مطلعة البطاطين في الشمس لان الجو كان حلو خالص، وكان عندي شوية هدوم كده نشرهم فوق، يعني غسلاهم وكده ونشرتهم ونشفهم يعني كمان، بس ايه الجو كده زي ما قلت لحضراتكم، قلت لما اخد ايه اللي بتاع وانا طالعة من عند الطيور، جبت فرخة وبطة دبحتهم. انا كده ما بطلعش وايدي فاضي، بطلع من عند الطيور لازم اكون جايبه حاجه يا جماعه. طيب ليه يا رفيق؟ بصوا انا باخد، يعني انا ما طبختش ده كله، يعني انا طلعت نايبين فراخ للبنات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقمت عاملة نص بطة والباقي فرزته وحطيته في الفريزر. والله يجي يوم مثلا الدنيا ساقعة في منش قادرة انضف كده، يعني انا باخد اول باول، لان عند البط زي ما حضراتكم شايفين دورة بط بلقط منها كده، يعني باخد منها اللي انا محتاجاه البطة التقيلة، والباقي صغير، بس عندي الخير موجود، اللهم بارك اللهم بارك يا رب العالمين. طبعا جيت بقى عملت المرتة، جبت قرن فلفل وحباية طماطم بصلتين كبار كده، على شوية ملح وشوية بهارات. أنا عاملة ال7 بهارات يا جماعة، بجيب المستكة والورق اللورة والكمون كل ده حصى والقرفة والقرفة الخشب والقرنفل وكل ده والكمون والفلفل الأسمر والكزبرة، بجيب ده كله وحمصه على النار،
واقوم جايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، عاملاه في الخلاط، ضرباه في الخلاط، صحناه في الخلاط، وانخله بمنخل ناعم واحطه كده. دي السبع بهارات عندي انا ما بستغناش عنهم. يا دوبك كده وانا ببص للجو كده زي ما حضراتكم شايفين، لقيت الجو بدأ ان هو يقلب. قلت لما دخلت البطاطين ولميت الحاجة، ويا دوبك نزلت لقيت الجو زي ما حضراتكم شايفين كده، مطرة ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يرزقنا يا رب من واسع رزقه، اللهم امين يا رب العالمين، ويسد دين كل مديون على وجه الارض. واحنا بالجملة اللهم امين يا رب العالمين. انت مديونة يا رفية؟ والله يا جماعة كل واحد يعلم بعيشته ربنا، كل بيت مقفول محد يعرف جواه ايه غير صاحب البيت. وربنا يعين كل واحد على شيلته يا جماعة في الأيام الغالية أوي دي، ربنا يعيننا. بس ربنا بيرزق والله. انت عارفين يا جماعة لو رزق العبد على العبد كان قطعه، لأن الناس في ناس يعني مش عشان نظلم الكل، لا، في ناس قلوبها صافية، وفي ناس مهما يبينوا لك ان قلوبهم صافية لا عمرهم ما يصفوا، وعمر قلوبهم ما تصفى لك. فدايما نبقى حريصين جدا من الحتة دي، نتعامل بقى لأن ما عادش في العمر بقية. اللي يحب عيالك خلاص حبيه، اللي ما يحبش بناتك ما تحبهوش، او ما تتعامليش معاه، وتنصحي بناتك ان هم ما عادوش يتعاملوا معاه، وتنصحي ولادك ان هم ما يتعاملوش معاه خالص. ليه؟ ليه تجبروا نفسكم ونجبر نفسنا على علاقة او تعامل مع حد هو مش بيحبنا واحنا مش بنحبه؟ يعني ليه ما نتعاملش خالص يا جماعة، ناخد جنب كده ونعيش في حالنا، وعلى قد صباح الخير يا جارك يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ده حتى النبي وصى على 7 جار، والله بيبقى في جيران ونعم. ربنا يا رب يحبب الناس كلها في بعضها، واحنا بالجملة اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لنا دعوة حلوة في الجو الساقع جدا ده، والله الجو تلج. يعني انا بسجل لكم على الفيديو والله يا جماعة حط عليا بطانيتين وملفوفة في دفاية، مش عارفة ايه الساعة دي. يعني عمالة اقول يا رب انا عايزة انزل لطيوري، مش قادرة بجد والله. طبعا جيت بقى حبيت اعرفكم ان بصوا لما الجو بمطر عندنا، انا كان عندي اصلا كمية غسيل كتيرة، لان زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت راكنة على الشغل، لان فعلا كانت كانت حالتي النفسية والصحية ما كانتش حلوة خالص، ما كانتش حلوة خالص والله. بس الحمد لله كل شيء بيعدي وكل شيء بيهون. صدقوني يا جماعة ربنا اللي قال إن بعد العسر يسر، وأقسم بها مرتين إن بعد العسر يسر. فدايما ارموا حملكم وتوكلوا على الله. طبعا الحتة ديت أنا جايبها لكم، ده مقطع قديم. تمام. دي طبعا الحتة اللي أنا كنت بربي فيها فراخ في الأوضة، طبعا كنستها ونضفتها وشلت ده كله، رميته كده وحطيته لعند ما بتيجي عربية عندنا بتشتري اللي هي كنسة الفراخ، بتشتريها وبحملها هم. طبعا كل حاجة في البلكونة ديت أنا أخدتها كده وغسلتها زي ما حضراتكم شايفين، وكنست ومسحت. الجو بقى لما مطر يا جماعة، المية ده الحمد لله ان احنا شايلين الحاجات دي كلها. والعرش اللي على ده انا عاملاها اوضه خشب كده، جوزي عاملها لي. جيت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، طبعا اتكنست اهي. بتكنسها ازاي؟ بنحطها في شكاير وبحدفها في الجرن يا جماعه. يعني انا بحط الكنسه ديت في شكاير، واقوم شايلها من البلكونه او رمياها كده. نضفتها كده على قد ما قدرت الى حد ما، يعني نضفت كده، وسبت العرش بتاعها زي ما هو. لما الجو مطر بقى كان لازم اشيل العرش لان الخشب هيبوظ، وانا محتاجاه. يعني الحته دي انا بحضن فيها جميع انواع الطيور، ما بتخليش ريحه يا ريفيه، لا ما بتخليش ريحه، مع النظافه. والله لو ربيتي ولا حضنت الفراخ عندك في المطبخ. طبعا نزلت تاني، انا بنزل 3 مرات للطيور طول ما عندي فراخ بيضة، وانا بنزل 3 4 مرات للطيور لعند ما اخر حاجة بيبقى المغرب. وبعدين ابو ايمان هو اللي بينزل بقى بعد كده، بعد المغرب كده انا ما بنزلش لان ما بقدرش، بكون سلمت عهدتي. طبعا الجو ولا اكنه شتاء بقى، بعد الشتاء اللي حضراتكم شفتوه ده والمطره ديت، ولا كأن في مطره. فانا بقى كان عندي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كانت كمية الغسيل ده، كان عندي كمية غسيل. ولادي بيقولوا لي يا ماما يعني الجو بمطر وهتغسلي؟ ايوه هغسل يا جماعة، ما هو الجو انظبط. وبدل ما اسيبهم يعني مش نضاف عندي في المطبخ ومكركبين لي المطبخ، وانا ما صدقت الحماس يجيني، قمت شلت الدفايات وشلت كل حاجة وبقيت اغسل. والدور اللي اغسله انشره، كان عندي السجادة عايزة تتغسل والدفايات دي كلها. والكوتش ده بقى ما اقولكمش على احمد ابني كان جاي بيه ازاي، كان كله طينة.
بقول له: يا احمد انت جاي من المدرسة ماشي ولا ايه؟ قال لي: اه والله يا ماما ما لقينا عربيات. قلت: يا حبيبي جاي والله يعني يمشي حركة ساعة ونص او ساعتين لما يوصل بيت. المفرش ده طبعا انا غسلت كل حاجة، كل من كنت بتلاقيه قدامي مش نضيف كنت بغسله، وما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وشلت طبعا العرش بتاع البوكس يا جماعة، شلته. كنت شايلة الكفرات بتاعت المراتب. يعني بص أنصحك لو أنت عندك شغل وعندك هدوم كتيرة، ابدأي لملمي. يعني إيه يعني إيه ألملم يا رفية؟ طبعا أنا شلت العرش بتاع بتاع هوت، وقمت طبعا غسلته من مية الشتا كمان، وظبطته وحطيته ينشف. ده كده زي ما وريته لحضراتكم كده. يعني ايه لملم؟ نرجع تاني لموضوعنا. يعني ايه لملم يا ريفية؟ يعني بص يا جماعة، انت مثلا عندك شغل كتير وعندك غسيل اكتر، يعني انت حاسة ان انت الغسيل عندك والمطبخ اللي مكرك، انت هتدخلوا الاول هتتلمي الحاجات اللي مش نظيفة وهتشغلي غسالتك. الدور اللي هيتغسل هتاخديه تنشريه على طول، مش هتكومي علشان ما تكركبيش على نفسك. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتبدأ ان انت تحوضي المواعين، تبدأ ان انت تفضي، تاخدي رخامتك كده، الرخامة بتاعة المطبخ، تلم اي حاجة عليها عايزة تتغسل تغسليها. مشايات حمام تاخديهم تغسليهم. طبعا عندي المخدات دي كان نصري ابني بينام عليهم، ومسكتهم. بصراحة أنا مش كنت مبسوطة منهم خالص لأن كانوا مش نضاف، وكنت بزعل قوي، وابني ما برضاش يعني لما أفك الوش بتاعهم وكده، الكفر بتاعهم وكده. فكنت بزعل قوي من منظرهم، لأن ما ينفعش إن أنا أبقى بشتغل وبغسل كل يوم ومخداتي بالمنظر ده. طبعا جبت الحاجات اللي في البلكونة التانية، جبتهم كده وقمت نشرتهم في البلكونة دي لأن الشمس بتترحل. فقلت لما انقض بقى كده. نصر ابني بقى عمال يلعب اهو، بيحب يرقص الرقصة دي للمتابعين يا جماعة، والله العظيم بحب يقول لكم اعملوا لايك أوي. فهو كده كان: انت رايح فين يا صاصة؟ قال: انا رايح يا ماما عند الطيور. قلت له: رايح عند الطيور تعمل ايه؟ قال كده: انا رايح عند الطيور. قلت له: ماشي. كان رايح مع نينتو. فقلت له: ماشي يلا اطلع وخلص علشان اغير لك. طبعا كنت مالية السطوح زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، وما كنتش طبعا كناست، يعني انا لسه ما كنستش السطح. عليه شوية لعب للعيال، هو نضيف بس عليه شوية لعب للعيال زي ما حضراتكم شايفين كده. انت نشر الغسيل مش مترتب يرفع عادي يا جماعة، والله المهم كان عندي ان هو ينشف، والمهم عندي ان انا كنت اخلص الكمية دي لان كان جواكت كان كل حاجة. ما انا قلت لحضراتكم ان انا بقالي 3 4 ايام ما غسلتش، فعملوا عندي كمية ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يا رب يخلي ولادي، اللهم امين يا رب العالمين، ويسعدهم ويكبر خواطرهم ويبعد عنهم ولاد الحرام ويبعد عنهم القاسية قلوبهم، اللهم امين يا رب العالمين. سواء بناتي ولا ولادي، اللي قلبه قاسي يبعده عنهم ويعمي عين ولاده عنهم، ما يشوفوهوش ولا يتعاملوا معاه. دايما حبب ولادي يا رب في الخير، وحببهم للصلاة والإيمان، هم وولادكم وولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. كده بقى صاصة بقى طلع لي، قال لي: يا ماما غيري لي بقى. قلت له: ماشي. غيرت له زي ما حضراتكم شايفين كده، ولبسته. وقال بقى لما اعمل لايك بقى للمتابعين علشان يشوفوني وانا نضيف. هو كده رايح الدكان علشان يشتري له حاجة. يا ابني ما تروحش. قال: لا انا رايح. وزي ما حضراتكم شايفين كده نزل. وانا بقى قلت انا هكمل بير السلم بقى ولا بلاش النهارده؟ لقيت اصلا المغرب خلاص هيأذن، ويا دوبك ان انا عايزه انزل للطيور، وخلصت واتغدينا الحمد لله. اللهم لك الحمد على نعمك علي التي لا تعد ولا تحصى. ولقيت بنتي ملك بقى مكافئاني كده وانا قاعده اللهم صل على محمد بفنجان القهوه ديت. ربنا يرضيها ويكبر خاطرها ويسعدها هي واخواتها وولادنا وولادكم وولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اتمنى روتين النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انا اطلع ضيفة خفيفة على قلوبكم. ربنا يسعدكم ويكبر خواطركم ويسعد كل اللي بيسيب لي تعليق طيب. وجودكم معايا ده والله شيء بيسعدني، واسفة جدا على غيابي. السلام